تعالى بقى النهارده يا مصطفى اخدك في اكبر تراك شفتها في حياتي بتاع البرجر. يا جماعه تراكس صغنونه قوي، بس انا عملت التراكس اللي في مصر الجديده والتراكس اللي في حدائق القبه والتراكس اللي عملت تراكس كتير قوي في المنطقه بتاعتنا. تعالى نعمل النهارده تراك بقى في 6 اكتوبر عند جامعه ماست او مصر، هي مصر وماست يعني قصه طويله كده في محور 26 يوليو. تعالى نشوف بقى عربيه البرجر اللي في اكتوبر هتبقى جامده ولا ايه. وبقول لك ايه، ادخل شوف، اطلع فوق شويه. ايوه هو بقى ده يا جماعه المنيو. هو المنيو يعتبر هو ستارترز 4 سندوتشات برجر او 5 سندوتشات برجر وحاجات الجريل كذا. ايوه بقى فاهم، منيو العربيات البسيط الجميل دوت. وبيعمل حاجه ثانيه، انه ساعات بيعمل البرجر ممكن تطلبه لحمه بقري او لحمه ضاني. انا هطلب واحد بقري وواحد ضاني من نوعين 3 4. بقول لك ايه، يلا روح بقى على الاكل بقى. نبدا بقى بالابيتايزرز كده الاول. اول حاجه كده اللي هي الفينجرز، بيجي معاها بطاطس، يبقى هم 5 صوابع فينجرز، يعني صدور الدجاج المقطعه فينجرز شبه الستريبس، ومعاها فرايز ب 65 جنيه. تاني حاجه عندك سمبوسك، عندك السمبوسك لحمه وسمبوسك جبنه. لقيت عندهم تشيزي فرايز بالبيكن، فقلت جرب بقى. دي ب 40 جنيه ودي ب 18 ل 23 السمبوسك، ودول ب 65 جنيه. نبدا كده ونشوف. نبدا كده. انا دي اللي عجباني بصراحه. اخيرا لقينا تراكس في 6 اكتوبر وحاجات كده. طعم البيكن اللي هو متحمر شويه كده مع الفاتس بتاعته مع الجبنه رايقه. ولا ونوع فرايز حلو. تاني حاجه نفسي ادوقها سمبوسك بصراحه. لها كده افتح عرفتها، حسها سمبوسك بيتي كده. دي باللحمه المفرومه لذيذ قوي. لا وهو كمان حاطط خضره كده، بقدونس مع بتاع، موديه طعمها في حته ثانيه اساسا. محشيه كتير يعني. انا لغايه دلوقتي تمام. لغايه دلوقتي عامل شغل عالي. والله مع انه صغير قوي بس بتطلعها قلق. دي بقى اللي بالجبنه قلبي ده. هو حاطط خضره هي اللي مخليه طعم السمبوسك حلو قوي. بالنسبه لي لذيذ. عارف لو انا في الجامعه هنا اطلع اخد منه. انا هطلع اخد الابيتايزرز دي افطر بيها، بعد كده اخلص واروح اخد سندوتشات. انا دي اللي عجباني قوي. فرايز بيكن 9 من 10، سمبوسك اللحمه 9 من 10، الجبنه 8 ونص. تعال نخش بقى على ايه، فينجرز. هي دي الستريبس. بحب انا بريدنج الخشن ده. هي دي ميل على بعضها، يعني ان هو تاخد 5 قطع فراخ مع فرايز، هي دي كلها على بعضها. بس انا بالنسبه لي التتبيله بتاعت الفراخ نفسها قليله سنه، بس البريدنج طعمه حلو. فلو انت ما بتحبش التتبيله الانتنس في الفراخ اللي هي الحاده في الفراخ هتعجبك. ده 8 من 10 لان طعمها حلو برضه. نخش على سندوتشات احمد. يلا بقى. يلا. بص بقى، انا طلبت اللي هو الكلاسيك برجر العادي اللي بيبقى عليه جبنه وكاتشب وقطعه البرجر تحته بصل وايه وخس. طلبت واحد ضاني وواحد مش ضاني. تمام. الضاني وده اللي ايه البقري. ندوق كده الضاني ده. انا عمري ما دقت برجر ضاني اساسا. دي اللحمه اللي مش مفهومه دي. بقري بقى. تعال نشوف البقري كده. هو كلاسيك قوي، بس انا الضاني ده ما انا هشوف بقى هعرف افرق ولا لا. البقري احلى، طعم اللحمه باين فيها كده ولذيذه، فاهم، احلى من الضاني. بالنسبه لي البقري 9 من 10. الضاني دوت بالنسبه لي انا برضو 6 من 10. ده بيبقى الحواوشي معمول على الجريل وجواه اللحمه. حاسس ان البلاستيك بيسيح في ايدي. هاخد قطمه من ده. قول هوب قول هوب. اشرب بيبسي اشرب بيبسي. خلصت. خلصت. امسك دي مش. لا معلش لا مش دايت بس عادي. حواوشي جامد بس سبايسي. ده انا ده اللي محليه اصلا، ان هو سبايسي كده والعيش لذيذ. والعيش ملدن اهو شويه اهو. محمد عاجبني حته سبايسي مستفزاك، خليك عايز تقعد تاكل يعني. حلو قوي. كم من 10 حميد. 9 من 10. شوف بقى البرجرز اللي بتوبينجز. تمام يلا بقى. بص بقى يا باشا، ده اللي هو اسمه مونستر ساندوتش. ثانيه واحده بس عشان هو الدنيا لخبطه. هو انا ليه لبست واحد؟ هو ما جابلكش جلافز زي ده؟ فيها تناكه. قاعد مندي ضهرك للعربيه ومش عايز ايه وهتقولي جلافز؟ ده جلافز واحد. انا متعود على مصطفى طيب القلب بقى. ايه ده؟ ده يا باشا المونستر ساندوتش. ده اللي هو بقى عليه كل حاجه. ده عليه مشروم، والمشروم فريش اهو، وعليه بيف بيكون واونيون رينج. اهدى يا مصطفى عادي مفيش مشكله. انا اسف، انا كنت بهزر. والله جبت بالي والدولار ما يخلص. بيفلت والله. كل حاجه جايبها تاني يوم تغلى. بص بقى، انا بالنسبه لي التوبينجز بتاعت الساندوتش ده هي اللي محليها. يعني انا لو هاخد بيزك او هاخد دوت، لا هاخد المونستر مع بيكن مع اونيون رينجز مع مشروم والمشروم فريش. طعم الحاجات دي كلها مع بعض جامد. ولو هاخده بقري. هو الضاني بتزود عليه 10 جنيه، انا مش هزودها وهاخد البقري عادي جدا وطعمه عاجبني اكتر. تعالى بقى، ده ايه بقى؟ ده جامد ده شكله. ايه العملاق ده؟ ده الساندوتش قطعتين فراخ بانيه بيتي مع الخس، وهو كمان بيفرغ الساندوتش بص من جوه كده من الحاجه. بس هو ايه، هو ما اعرفش ليه اتقسم نصين. هو اللي قسمه حلو مصلحه يقسموا نصين اشطاف ده. ماشي بس هو كبير قوي. ده بكام ده يا مصطفى؟ السعر تحت.
ده بيتي قوي، ماما عاملاها في البيت. تربكيم. بس حلو العيش محمص زياده كده، هو حلو وبسيط وخفيف وعامل زي بون ابيتي زمان كده بالظبط. بس لو هاجي للبرجر، مش هاجي مش هاجي ده. بس لو انت ما بتحبش اللحمه كله هيعجبك. تعالى بقى نشوف اخر حاجه خالص، ده كفته. تحب انت الكفته؟ نفس العيش مع طحينه بقى وبصل المفروض، بس كان مكتوب فيه فيه طماطم وبقدونس. بس ماشي تعال نجرب. بص اي عربيه اديها فرصه، لان احنا بندعم التراكس كلها بما فيهم اي تراك. بما ان احنا تراك بتاعتنا في شيراتون، ادي بقى جايبين تراك في زايد اهو، بس هي مش تبع يعني، بس هي يعني ما شاء الله الراجل بيعمل حاجه كويسه برضه. حلوه الكفته على فكره، لانها مش مشويه على الفحم، هي مشويه جريل، بس طعم الكفته نفسه حلو. بس كانت عايزه شويه بقدونس وطماطم، كانت تروح في حته ثانيه. يعني انا هقول له ما تنساش تحط عليها بقدونس وطماطم، ولو يعملها راب كمان. خاصه كنت تجربه. نعمل كده ننضف كل حاجه. نضف بقى. يلا بقى طيب خلاص بقى كفايه رغي بقى. بص بقى الدنيا لذيذه. بالنسبه لي كان الابيتايزرز انا كانت عجباني كلها. يمكن اكتر حاجه عجبتني اللي هي تشيز بيكن فرايز والسمبوسك الاثنين دول توب بالنسبه لي. بقى على البرجرز، عجبني البرجر البقري، وعجبني اكتر برجر اللي هو المونستر ده. هو ما عندوش حاجات كتير، كيكه فرايتيز العربيات ما بتبقاش كتير بعد كده، ودي حاجه لذيذه جدا على فكره. يعني انت ما بتحترش في المنيو بتاعك. اخر حاجه بقى الساندوتش اللي هو الفراخ بانيه اللي كان بيتي ولذيذ، والكفته برضو بالنسبه لي اول ما يحط طماطم وطحينه معاها هتبقى رايقه قوي، ولو عملها فريب لبناني كده اللي هو العيش اللبناني تبقى تحفه. يعني والله بجد تبقى جامده قوي. فاوفر اول انا بحب التراكس عاده بتاعت البرجر، فاول مره اجي تراك في زايد فنديها بقى رقم حلو. اديها من عندك انت يا مصطفى رقم 10 من 10 يا عم، ما تبقاش اوفر. 9 من 10. وبقول لك ايه، اقفل يا مصطفى.